مساء الخير عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا النهارده عملت لكم كده الكسكسي الترند اللي الناس كلها بتتكلم عنه الايام دي، اللي هو بقى من غير وجع القلب اللي كنا بنعمل بيه الكسكسي قبل كده، الغربال وحلة البخار والحاجات الكتيرة ديت والمدة الطويلة. حاجة سهلة وبسيطة كده وهتعجبكم قوي. الكل بيعمله والكل قال رأيه فيه، وانا والله برضه هقول رأيي فيه بما يرضي الله. انا جبت كده، حطيت يعني انا زودت السمنه شويه، يعني حطيت معلقه مليانه قوي او نقول معلقه ونص كده من السمنه. وطبعا بما اني اول مره بجربه معاكم وما عملتوش قبل كده، فانا هعمل كميه صغيره. كميه صغيره نقول منها حلو، نعمله تاني ولا لا. دي كوبايه دقيق سميد، اللي هو دقيق البسبوسه. دي مش الاكياس، لا انا جايباه من عند بتاع مستلزمات الحلويات، اللي هو الدقيق السميد الخام اللي ما فيهوش حاجه، اللي مش ما فيهوش اي حاجه، يعني ما ينفعش تروحي تجيبي كيس. وبقلبته كده، سخنت السمنه شويه وبقلب فيها كده زي ما انتم شايفين لحد ما يشرب السمنه، ونحس ان هو يعني ايه، تشوح فيها كده وشرب السمنه اللي فيها كلها، وتشوح تشويحه حلوه يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سهل جدا على فكرة، وفي آخر إن شاء الله في آخر الفيديو هقول لكم، هدوقه معاكم وهقول لكم بما يرضي الله والله فعلا إذا كان حلو يتعمل ولا الواحد ينسى التجربة ديت خالص. نفس الكوباية اللي عايرتي بيها كوباية اللي هي كوباية السميد، هي نفسها الكوباية عايرتي بيها كوباية مية مغلية، مية مغلية. مش عايزة أكرر نفس الكلام، إنه فعلا لما بتحطي المية بتحسي إن دي بقت عجينة وإنك انت يعني شوية كده وهترميها في الزبالة، لأ. طولي بالك وافضلي قلبي كده بالراحة لحد ما تتبخر المية اللي فيه، ونشوف ايه اللي هيحصل. قلبي 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 قلبي. اخد بالظبط حوالي 12 دقيقة تقليب. انت بقى وبوتجازك طبعا بتفضلي تقلبي لحد ما يبدأ يظهر، وهوريك انا يعني بصي. آم، برغم ان انا يعني برضو سرعت الفيديو شوية عن ما كنت عاملاه يعني، بس بوريك الخطوات. بصي كل شوية تبصي تلاقيه بيشرب المية او المية اللي فيه اتبخرت، ويبدأ شوية بشوية. هو بيفضل يعني مدة وانت بتعمليه حاسة ان هو عجينة. ايه ده، ماله ده ومال الكسكسي؟ فين الحاجات الكسكسي دوت اللي عامل زي حبات الرمل الجميل ده، ايه دوت اللي احنا بنعمله؟ بس طولي بالك، كل ما نكون بنعمل حاجة جديدة نطول بالنا، بلاش ندي آراء بسرعة. بس تقليب تقليب، مفيش حاجة اسمها تشيلي ايديكي منه او تروحي هنا او هنا. بس هو بجد يعني، حتى لو قلنا ان التقليب دوت يعني في ارهاق شويه بس مش قوي، ايش جابه يعني لعمايل الكسكسي اللي بجد يعني. ده كان بياخد يوم بحاله لما الناس بيعملوه. وزمان بقى قبل ما تطلع الحله اللي هي حله البخار ده، كانوا زمان يجيبوا الحله العاديه والمصفى العاديه ويروحوا حاطين حوالينها عجين كده علشان يكتموها. فكان شغلانه، هو يعني الكسكسي طول عمره شغلانه. انما ده بقى ما فيهوش اي شغلانه، هو اللي انتوا شفتوه دوت بس. اللهم صل على النبي. بدأ اهو، بدأ يبان معالمه شوية شوية بس لسه برضه. قلبي 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 قلبي، وبظهر الاسباتيلا كده او المعلقة اللي معاكي خشب او اي حاجة انت بتشتغلي بيها، اضغطي كده عشان تفكي التكتلات. شايفين كل مدى بتبدأ معالمه تظهر شوية، بس الريحة حلوة جدا طبعا، خصوصا بقى لما تكون السمنة بلدي. الريحة جميلة، ريحة كسكسي كسكسي لحد كده الريحة تمام. فاضل بقى نشوف الطعم كمان. شايفين بدأ اهو. في ناس على كده وبياخدوه يبردوه حاجه بسيطه كده ويحطوه في الكبه ويبقى مفرول جدا يعني. بس انا ما حبيتش، يعني حسيت انه مش مستاهل. وبعدين مش مرهق قوي زي يعني ما بيقولوا يعني بنقلب كتير قوي، لا. بس هو ما بنشيلش ايدينا منه، ما بنشيلش ايدينا منه، بس هي مش مده طويله قوي يعني. اهو بدأ، اهو بدأ يظهر اهو. شايفين؟ بحاول اقربه لكم شويه عشان تشوفوه. هو ما فيهوش اي حاجه غير اننا بنقلب شويه وبس.
عمالة أنا كده بضغطه كده عشان أي تكتلات تفك، أي تكتلات قدامي تفك. بس حبايبي بقى تمام كده. أنا كنت بحب برضه أحط على الكسكسي كده شوية سكر من السكر العادي دوت وأقلبه فيه، غير السكر البودرة خالص يعني. ده الأول، ده أهم حاجة عندي. إيه رأيكم؟ الشكل كده بقى كسكسي، الريحة كسكسي والشكل كسكسي، برضو يتبقى لنا الطعم، وده الأهم. يا ترى هو فعلا كسكسي ويبقى سهل قوي ونقدر لو كل يوم عايزين نعمله هنعمله، ولا مش كسكسي؟ هنشوف. متنسوش اللايك يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا حطيته كده في الطبق، وحطيت عليه، ما كانش عندي غير شوية سوداني حطيتهم عليه وشوية سكر بودرة، وندوق بقى ونشوف ايه الأخبار. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب إن شاء الله يكون حلو. والله العظيم هقول لكم رأيي بصراحة. والله إنه طعمه تحفة، تحفة، عجبني جدا. واستغربت على الناس اللي بيقولوا لا 80% كسكسي، لا مش ده حاجة حلوة بس مش كسكسي، لا ما فيهوش والله العظيم إنه طعمه تحفة. اعملوه يا جماعة وجربوا، بس طولوا بالكم كده وانتوا بتسووه هتلاقوه تحفة، هيعجبكم إن شاء الله. تصبحوا على خير.